ودي ثقافه لازم الناس تعرفها. الجماهير للانديه الكبيره هي كده. احنا الاهلي المصري لسه واخد السوبر امبارح. النهارده تقابل الجمهور الاهلي يقابل اللعيبه يقول له ايه؟ يقول له افريقيا. وبعد افريقيا يقول له الدوري. ما هو ده طبيعي. طبيعي. لان دول عايشين على البطولات. وده الطبيعي، وده الضغوط اللي لازم تتعتاد عليها كلاعب كبير وكلاعب في نادي كبير. المركز الثاني ليهم فشل. ما تقوليش البطل لا يشتكي. الثاني نفس الاخير. وبعدين انا الاوراوا ده مع احترامي للجميع فرقه عاديه، فرقه متواضعه بس منظمه. وخدت البطوله. اي بس ما ياخذ منك شوي عن موسيماني، لانه هو واجه نقد كبير جدا. راح للاهلي السعودي دلوقتي، صعد معاهم الى دوري روشن الموسم القادم، ومتوقع ايضا انه يستمر موسيماني مع الاهلي ايضا. موسيماني من احد اعظم مدربين في تاريخ النادي الاهلي المصري. موسيماني في الفتره اللي خدها او اللي اجتازها اللي قعد مع بيها الاهلي المصري من اعظم المدربين في تاريخ النادي الاهلي المصري. عكس كلام وائل جمعه تماما. لا كل واحد له صحيح. اقول عكس، انا ما فوق راسي وكل لا انا اقول عكس يعني. انما الارقام بتقول، البطولات اللي حققها بتقول. احنا كنا في المباريات الكبيره مع موسيماني نحط رجل على رجل، لانه احنا عارفين ان هو هيعمل ايه. فده من افضل المدربين نعم. اللي دخلوا الدوري المصري وتاريخ النادي الاهلي المصري، اللي بيتصدروا هيدي كوتي، مانويل جوزيه، يجي في خلال نفس ممكن درجه اقل موسيماني. شوف ايش قال لك الكابتن؟ قال لك نحط رجل على رجل واحنا